اهلا يا برج الجدي، يلا تعالوا نشوف مشاعر الحبيبه والشريك تجاهك في الوقت الحالي. يلا بينا يا برج الجدي. بصي يا برج الجدي، هو على الرغم من انتوا الاتنين بتتبسطوا جدا مع بعض وصابرين على بعض قوي، بس انتوا الاتنين مختلفين تماما. في واحد فيكو بيعشق الفلوس وبيعشق الماديات، وده انت يا برج الجدي. خلينا نبقى صراحة مع بعض. تمام. والشخص التاني مندفع جدا ومتسلط جدا وهوائي كده، يعني اللي هو يعني بيروح وبيجي، بينطلق، بيندفع على اي حاجة. ممكن يكون عصبي جدا، ممكن يكون لسانه مش حلو، لسانه سليط. آم، اي حاجة تلفت انتباهه من بعيد يجري عليها وهكذا. فانتوا علاقتكم غريبة اوي، بس بلس ان الصحاب داخلين فيها. في الصحاب داخلين فيها، وان انتوا ممكن تروحوا بتضحكوا. في ناس بتحب تصطاد في المية العكرة، ممكن تقولك كلمة حد يقول له هو كلمة، الدنيا بتبوظ اكتر ما بينكوا. بس المشكلة ان الشريك يا برج الجدي عنده مشكلة معاك، ان انت في غلطة عملتها في الماضي هو مش قادر يسامحك عليها خالص. بص، يعني في حاجة انت عملتها، مش مش مسامحك فيها. انت محتاج تعمل مجهود في العلاقة دي عشان تغير له وجهة النظر دي. ممكن تكون بسبب حبك للمال يا برج الجدي، فده مخليه مثلا، وده اللي ظاهر عليه. بص انت بتبص للفلوس ازاي، ان هي حالك ومحتالك، هي كل حاجة في حياتك. بس فانت محتاج يا برج الجدي ان انت تبص للحتة دي شوية، ان مش كل حاجة مادة ومش كل حاجة فلوس ومش كل حاجة لازم يبقى فيه عاطفة. هو ممكن يكون شايف انك انسان مادي، ممكن انسان من الناس الماديين دايما. لو البرج الشريك مثلا برج هوائي او برج مائي او لان الطاقات المائية والهوائية موجودة، ممكن يكون بيشوف دوت ان ده قسوة قلب، ان انت ما عندكش مشاعر اصلا يا برج الجدي. فهو ده على الرغم من ان هو شايف ان انتوا بنيتوا حاجات كتير مع بعض وعملتوا حاجات كتير مع بعض، وان انتوا الاتنين صابرين مع بعض، وهو نفسه يكبر العلاقة دي ما بينكم. بس انتوا مش متفقين، شخصياتكم مش متفقة، كل واحد بيفكر في حتة. واحد متسلط جدا وعنيد ولسانه مش حلو، وواحد جدا هو ما بيبصش غير للفلوس وبس. بلس ان انتوا عندكم حتة الافراط في التفكير. انتوا الاتنين افراط في التفكير، وان هو كمان شكاك، فبيقعد يفكر 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 ويجيب حاجات ملهاش اي علاقة بالحقيقة. وان هو بص دايما التفكير الزيادة بيوقف الوعي ان هو يبقى موجود اصلا، فبيخلينا نحط افكار كتيرة جنب بعضيها واحداث كتير جنب بعضيها، وتخلينا ان احنا نطلع فكرة جديدة او نطلع موقف اصلا ملوش اي اساس من الصحة. فدي محتاجين انتوا الاتنين تشتغلوا عليها، لان انتوا الاتنين عندكم الحتة دي. فلازم تفكروا في الحلو والواقعي فقط في اللي بيحصل، مش لازم ما وراء الاحداث، وان انا اقعد احلل واحلل واحلل والقصة دي. دي حاجة من الحاجات اللي عامله لكم مشاكل. هو بيقولك ان انا حاولت اتغير كتير، بس انا من جوايا شخص طفولي في حبي، وببقى محتاجك تسامحني على طول. فواضح ان هو ده غلطاته كتيرة جدا. تمام. وبيقولك انا متأكد ان علاقتنا هترجع زي الاول. طيب بص بقى يا برج الجدي، في حد فيكم متحكم. تمام، حد فيكم متحكم ومسيطر جدا. انتوا زي ما يكون في حد عايز يهرب من القفص، من الاخر. آم، انتوا عاملين قفص لبعض، طريقتكم مع بعض مش حلوة، طريقتكم مع بعض فيها تحكم، فيها سيطرة، فيها كل واحد عايز يتملك الاخر ويمشيه على مزاجه. وبالشكل ده فهم ان هو كده يبقى هو بيحبه، او كده يبقى هو بقى مقتنع بوجوده معاه. بس ده غلط. انتوا محتاجين، بصوا انتوا بتجروا في زي قفص انتوا الاتنين، فانتوا محتاجين تحرروا نفسكم من الافكار الغلط اصلا تجاه العلاقات، لان انتوا افكاركم اساسا غلط تجاه العلاقه عموما. بلس يا برج الجدي،
انت محتاج تاخد بالك من العلامات الحمراء. العلامات الحمراء موجودة عشان تنبهك. هو العلامات الحمراء دي مش بتبقى موجودة في حياتنا عشان تزين لنا البيت يعني، لا هي تزين لنا حياتنا ونبقى عايشين بقى وسط انوار وكده. لا، هو ال 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 العلامات الحمراء دي موجودة عشان تنبهنا للشخص اللي قدامنا، هل هو انسان كويس ولا انسان وحش، لو هل انسان داعم ليا ولا غير داعم ليا، وهكذا. وانت بالظبط. فهي الحاجات دي موجودة عشان نعرف هل احنا نكمل اصلا في العلاقة دي ولا ما نكملش فيها. فانت محتاج تاخد بالك كويس قوي يا برج الجدي من الموضوع دوت، لانه واضح ان انت بتطنش العلامات الحمراء في العلاقة بس. ومحتاجين تتحرروا من القفص اللي انتوا فيه، ايا كان بقى. ممكن قفص الخوف، قفص ان انا خايفة، بخاف من الفقد. ممكن الخوف من ان انا اعيش لوحدي اصلا، الخوف من الخسارة. فدي ممكن تكون حاجة من الحاجات اللي محجماك يا برج الجدي ومخليك مش عارف تاخد قرار في العلاقة دي. تمام. هي دي قرايتك يا برج الجدي، مشاعر الحبيب ليك في الوقت الحالي. قولوا لنا رأيكم ايه في التعليقات، وباي باي.